أو جرحكم أو تخلى عنكم أو خذلكم لن يكون هو نفس الشخص الذي سيجبركم أو سيسعدكم مهما كنتم متعلقون فيه. هؤلاء صفحة تنزعونها ولا تقلبونها في كتاب حياتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص زهقنا بقى من الطبيخ كله والطبايخ، فقلنا النهارده نعمل فطار كده خفيف. اول حاجه هنعمل عجينه سمبوسه كده في البيت. حطيت شويه دقيق وحطيت عليهم 3 معالق نشا وشويه ملح و3 معالق زيت وحته زبده كده صغيره وميه، وعجنت العجينه وسبتها تخمر. عجينه السمبوسك ما فيهاش ولا خميره ولا بيكنج باودر، وركنتها. ودلوقتي بقى هعمل عجينه بيتزا. حطيت شويه لبن وميه دافيه وهحط خميره ومعلقه سكر، وابتدي ادوب كل الخليط بتاعي كده. وحطيت زيت وهقلب، وبعدين انزل بالدقيق وشويه خل واعجن بقى كويس لحد لما العجينه احس ان هي خلاص اتلمت معايا وما بقتش تلزق في الايد. دي اخف عجينه بتاعت بيتزا، واسيبها برضو تخمر. دلوقتي بقى هعصج لحمه مفرومه عشان اعمل السمبوسك بيها. هحط كده البصل وعليه اللحمه وملح وفلفل اسود واسيبهم يتعصجوا كده كويس، وبعدين احضر باقي الحشوات اللي هعملها عشان نشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما اللحمه اتعصجت عندي هيكون خلاص العجينه بتاعت البيتزا اتخمرت. وهعمل شوربه خضار كمان، عندي شوربه خضار اهي جاهزه في الفريزر. خليت الشوربه تغلي ونزلت بالخضار اللي عندي متقطع، كرفس وبزله وفاصوليا وبطاطس وكوسه على بعضها كلها. هنا بقى فردت البيتزا بتاعتي وعملت الصلصه بتاعتي بالزعتر والثوم البودر والملح والفلفل الاسود. وهنا عندي شرايح فلفل قطعتها كده، وعندي فراخ مسلوقة قطعتها برضو قطع صغيرة كده وحطيتها. وعندي زيتون، هحط زيتون وفوقيه ميكس جبنات موتزاريلا وشيدر وكده، يعني اللي عنده حاجة. انا مش بأيد حد بالحاجات اللي عندي، لا دي اللي عنده حاجة يحطها. دي كده عملتها بالفراخ، وهعمل كمان 2 تانيين بس بالجبن، بس ميكس جبن من غير فراخ، عشان الفراخ هخليها اعمل فيها حشوات من السمبوسك. هنا حطيت زيتون وجبنه، وحطيت زيتون وفلفل اخضر والميكس الجبنات برضو. هبتدي اللي انا احطها كده. عملت 2 كده وواحده بالفراخ. دلوقتي هنبتدي بقى نعمل السمبوسك بتاعنا. دخلت البيتزا تستوى عقبال ما اعمل السمبوسك كده فردتها. بصوا العجينه ما بتلزقش في الايد وطريه وبتفرد بكل سهوله. دلوقتي هبتدي كده اقطعها بكوبايه. وعندي البتاع بتاع السمبوسك اللي بيقفل السمبوسك، بس لازم تكون العجينة اكبر من القطع. بصوا انا هنا كانت العجينة صغيرة، فبصوا مفتوحة ازاي. دلوقتي بقى هكبر شوية العجينة. بصوا اشيل الزيادات كده هتلاقوها مقفولة معايا كويس اهي وشكلها حلو. وفي شوية بقى هعملهم بالفراخ، فهعملها كده مربعات عشان افرق ما بين المفروم وما بين الفراخ. دلوقتي هقطعها كده واحط الفراخ واحط الزيتون عليها واحط عليها جبنات برضو. الحشوات دي بقى كل واحد واللي حابب يعمل الحشوة اللي عنده، يعني انا مش بأيد حد زي ما قلت لكم. انا دي الحشوات اللي موجودة عندي متوفرة فحبيت اعمل بيها. دلوقتي هنقفلها كده على شكل مثلثات، وابتدي ان انا اكون بقى مولعه الزيت كده على النار عشان هبتدي اقليها. النهارده انا عاملاها مقليه، اللي حابب يعملها كده عجينه ويدخلها الفرن دي برضو حاجة ترجع له، بس انا النهاردة قليتها. هبتدي كده اقفلها كويس من على الحروف وابتدي اقليها. والبيتزا بتاعتي خلاص هي طلعت من الفرن استوت وكانت حلوة جدا. والسمبوسك اهو هحطه بقى ابتدي اقليه اهو في الزيت وطلع برضو اهو. ده كان لونه كان حلو جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واستنوا الفيديو جاي. مع السلامة.